حياكم الله. عبد الرحمن فارح ضيفنا لهذه الليلة. سنفتتح إن شاء الله البث بدعوة إليه مباشرة الآن. معنا عبد الرحمن، اقبل الدعوة، سيأتيك دعوة طلب إضافة للبث المباشر. اقبل الدعوة. الطفل عبد الرحمن فارح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ حياك الله ورعاك. اقلب الجوال بس، عكس الجوال كذا. نعم. جميل جميل. حياك الله يا بني، ما شاء الله تبارك الله. أنت ضيف عزيز كريم من لدى برنامج أسمعنا صوتك بالقرآن الكريم. يرحب بك كثيرا ويدعو لك بالخير ويتمنى أن يراك مع الأيام داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ويراك حافظا متقنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويراك عالما من علماء الأمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. اللهم آمين وإياك. عبد الرحمن، لك مقطع منذ يعني انتشر لك مقطع وأنت في السن الثانية ولك عمرك 2 أو 3 سنوات. أنا أتذكر وأنت تلعب بالميكروفون كذا، وأنت تلعب لازلت صغير وتقرأ من سورة، أظن من سورة الكهف أو من سورة ماذا قرأت؟ سورة مريم. أي نعم صحيح، من سورة مريم. أنت تقرأ قليل ثم أيضا تلعب بالميكروفون. أتتذكر تلك الأيام وأنت صغير؟ لا أذكرها، لا أذكر شيئا. كم كان عمرك في ذلك الوقت؟ كان عمري 2 و8 أشهر. 2 و8 أشهر، ما شاء الله ما شاء الله. ووصلت مقاطعك ووصل ما شاء الله عرف العالم الإسلامي كلها بمقطعك وأيضا بقراءتك في ذلك العمر. الحمد لله الحمد لله، هذا فضل من الله. عبد الرحمن كم وصل عمر؟ لو سألنا عبد الرحمن كم وصل عمرك الآن؟ أنا في سن 12، وفي هذا مايو القادم إن شاء الله سأصير في 13. ما شاء الله. يعني ذلك المقطع له تقريبا 10 سنوات تقريبا. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. إذن العمر يذهب بنا يا عبد الرحمن. أتذكر وأنا كنت إماما في مسجد مصعب بن عمير قبل 10 سنوات، كنت إماما هنا. سبحان الله، الأيام تمضي وأنت تكبر ما شاء الله، وسيكون لك شأن إن شاء الله يا عبد الرحمن. ما شاء الله. بارك الله فيك. نعم. لو حدثتنا ما هي القنوات الفضائية التي استضافتك واستضافت موهبتك الجميلة؟ قنوات من القنوات العالمية. استضافتني القناة الأولى للسعودية، أيضا استضافتني قناة MBC. أما وطني MBC العربية. معروف الMBC العربية. القناة السعودية الأولى وقناة نعم. العربية وقناة MBC. طيب، وأيضا ماذا من القنوات الإسلامية الأخرى؟ وطنيا أو عالميا؟ كله. تستضيفني بعض القنوات الوطنية سواء كانت إسلامية أو غير ذلك. لديها حصص إسلامية وتستضيفني فيها. لكن ألا ترى أن عبد الرحمن موهبة جميلة وأن هذه الموهبة دفنت؟ يعني لنا وقت طويل ما عاد شاهدنا ولا رأينا لك معرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كانت لك مواهب جميلة في البداية لكن رأينا أنها اختفت، لم يكن لها يعني ظهور. كنت غائبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، إلا أنني كنت أنشط في الأمسيات القرآنية عبر التراب الوطني. كذلك كنت أذهب إلى بعض القنوات الوطنية التي تقدم لي دعوات. جميل جميل. إن شاء الله الآن سيظهر عبد الرحمن فارح وسيعرفه الجميع، وأنت معروف أيضا. لكن عيسى الشريف كان خطيب ولقى خطبة وهو صغير في الحرم المكي، ثم غاب عن أنظار الناس وغاب عن الإعلام وعن مواقع التواصل الاجتماعي. والآن ما شاء الله عيسى الشريف ظهر وبرز، ومنهم أيضا فتحي القدسي وغيرهم من الإخوة ما شاء الله الذين لديهم مواهب. عبد الرحمن، لو حدثتنا عن مواهبك والمجال لك، تحدثنا عن مواهبك الإسلامية. نعم.
كانت أول موهبة لي عندما نطقت. أول ما نطقت كان عمري 2 و8 أشهر، نطقت بالقرآن. أيضا أقدم بعض الدروس في المساجد والأمسيات القرآنية إلى جانب تلاوتي للقرآن. كذلك أصلي بالناس التراويح، بدأت أصلي بالناس التراويح عندما كان عمري 7 سنوات تقريبا. ما شاء الله. طيب عبد الرحمن، لو سألناك من السبب في موهبتك هذه وحفظك للقرآن وعمرك 2 و8 أشهر، من الذي دفعك للحفظ؟ ومن كان يحفظك؟ ومن كان حريصا على حفظك؟ بعد الله عز وجل والديه هما من ساهما المساهمة الكبرى في حفظي وإكمالي للقرآن الكريم. ما شاء الله تبارك الله. ولعل أيضا الوالدة يكون لها دور كبير، لأن المرأة غالبا الأم تكون متفرغة، خاصة المرأة إذا كانت صالحة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا عبد الرحمن فصل الخط عنده، سنعاود الاتصال بابن عبد الرحمن لأنه قطع الاتصال. طيب نعاود الاتصال بعبد الرحمن. عبد الرحمن موجود؟ ربما طفى الجوال عنده، ربما حدثت له. لا، عبد الرحمن موجود. نعم شيخ. اي نعم، ماذا حدث؟ ربما قطع البث فجأة. نعم يقطع طيب. البث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسي والديك بتاج الوقار في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الوالد أو الوالدة إذا علموا ابنهما القرآن يكسى يوم القيامة بتاج الوقار. قيل وما هذا؟ قال بتعليم ولدك للقرآن. فأسأل الله أن يكسي والديك هذا التاج، وأن يكسي والدينا جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. عبد الرحمن، لو أظهرت لنا مواهبك وأظهرت للمتابعين والمشاهدين، ما هي مواهب عبد الرحمن؟ وقد كان نطق بالقرآن وحفظه للقرآن منذ عمره 2 و8 أشهر، وأصبحت مقاطعك متداولة لدى كثير من الناس. ماذا لدى عبد الرحمن اليوم ليقدمه للمشاهدين؟ نعم، اليوم أتيتكم بموعظة بسيطة أو درس بسيط حول القرآن الكريم. إلى جانب ذلك فلدي قراءة لمقطع من القرآن الكريم من أواخر سورة الإنسان. طيب تفضل، المجال لك عبد الرحمن. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الله نسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. إخواني وأخواتي، آبائي وأمهاتي، القرآن الكريم هو خير كلام أنزل على خير الأنام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بواسطة جبريل عليه السلام، محفوظ من التحريف والتدليس، بقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية وجامعها. وفضل قراءة القرآن الكريم عظيم جدا. أولا وقبل كل شيء، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا يكفينا عزا وشرفا.
ولنثبت ذلك نستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. كما أن القرآن الكريم سيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كما أن للقرآن الكريم قراءة الحرف الواحد من القرآن الكريم به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: إن ثواب الحرف الواحد به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا. آمين آمين. ما شاء الله تبارك الله، لك منا شهادة يا أنك أفضل من ظهر معنا في الفصاحة والبلاغة. ما شاء الله كلامك وبلاغتك وفصاحتك باللغة العربية ونصيحتك باللغة العربية لها دور كبير ما شاء الله، وأنت لا زلت في هذا العمر. أسأل الله أن يفتح عليك وأن يبارك فيك يا عبد الرحمن. تعجبني الفصاحة عندما يكون الطفل صغيرا. الآن سيد الشيخ أود أن أقرأ مقطع صغير من أواخر سورة الإنسان. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. لما كنت صغير يا عبد الرحمن ما كان صوتك جميل زي كذا، ما كان صوتك جميل مثل ما هو الآن. الآن ازداد صوتك جمالا ما شاء الله. سمعت الإخوة يقولون أن عندك عدة أصوات، صحيح؟ نعم، أقلد بعض المشايخ. طيب أسمعنا. مثلا صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أبا شارك بابا يجي هذا والليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ ماهر المعقلي. نعم يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بقي أحد؟ بقي تقرأ بصوت أحد؟ نعم. طيب عندك موهبة ثانية يا عبد الرحمن في الإنشاد في شيء؟ نعم لدي موهبة الآذان. الأذان، يلا أسمعنا صوتك بالأذان. بسم الله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول لا لا ما دي ولا شرح لسان حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الرحمن، حقا أنت موهبة، أسأل الله أن يفتح عليك يا عبد الرحمن. آمين آمين وإياك إن شاء الله. هل لك أيضا في الشعر العربي الفصيح؟ نعم. هل لك في الشعر العربي الفصيح؟ لا أنا لا أطلع على الأشعار العربية. أي نعم، بس ما شاء الله لسانك استقام، واللسان يستقيم بالقرآن الكريم وأيضا بالأشعار العربية. الأشعار العربية أيضا تقيم أو تجعل اللسان يستقيم أيضا. طيب ما شاء الله عليك يا بني. ماذا تريد أيضا؟ هل بقي شيء أيضا تريد أن تقدمه للمشاهدين؟ ربما لا يوجد شيء. شكر الله، إذن شكر الله لك وبارك فيك وجزيت خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الدعاة المخلصين. آمين وإياك. وأنت أيضا بارك الله فيك سيدي الشيخ، سررنا بمعرفتك ونتشرف حق الشرف بمعرفتك. الله يحفظك ويرفع قدرك. وإذا جئت إلى مكة المكرمة، أنا موجود قريبا من مكة، إذا نزلت إن شاء الله تنزل ضيفا عزيزا عندي، وأيضا إذا جئت الجزائر إن شاء الله سأخبرك بإذن الله. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك. إن شاء الله. أهلا وسهلا بك في الجزائر.
تسلم، الله يحفظك. أهل الجزائر أهل الكرم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليها الأمن والأمان والاطمئنان وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. شكر الله لك يا عبد الرحمن على هذه القراءة وعلى هذه النصيحة. أيضا يا عبد الرحمن، ما رأيك في نصيحة توجهها للإخوة الذين يعني ربما كلمة منك عن مشاركة البث المباشر وبرامج القرآن الكريم هذه التي تهدف إلى إصلاح المجتمع المسلم ونفع المجتمع المسلم؟ أصبح البرنامج ما شاء الله يعرفه العالم كله، يعني أغلب دول العالم تتابع البرنامج، سمعنا صوتك بالقرآن. لكن هناك تكاسل في بعض الإخوة، ونرى أن هناك برامج أصبحت للنساء هابطات، يعني يقيم البث مباشر، ليس فيه شيء من الحياء ولا من العفة، ومع ذلك تجد آلاف مؤلفة تصل مشاهدات إلى 10,000 20,000 مشاهدة، وإلى 5 أو 6,000 مشاركة لمثل هذه البرامج الهابطة. هل لك بدعوة أو نصيحة لإخوة هؤلاء يعني المثابرة والمساهمة في مثل هذه البرامج، سواء عندنا أو عند الإخوة الآخرين الذين يقيمون برنامج أسمعنا صوتك بالقرآن؟ نعم، أولا وقبل كل شيء سيد الشيخ، أنا أشكرك على هذا البرنامج شكرا جزيلا، وأتمنى لك التوفيق والنجاح في هذا العمل المبارك، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقك وأن يبارك لك إن شاء الله تعالى. فصرنا في مثل هذه الأوقات نحتاج إلى مثل هذه البرامج من أجل نمو هذه الأوطان وهذه الأمصار، من أجل نمو هذا الجيل الصاعد. وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفكرة يا شيخ، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تستمر في هذا المشوار، وأن تنتشر هذه الفكرة عبر الدول العربية، وإذا تطلب الأمر حتى الدول الأجنبية. نعم، الحمد لله. هو البرنامج منتشر حتى في الدول الأوروبية والدول الأجنبية، موجود برنامج أسمعنا صوتك في أمريكا، برنامج أسمع صوتك في أمريكا، برنامج أسمعنا صوتك في فرنسا، برنامج أسمعنا صوتك في الجزائر، برنامج أسمعنا صوتك في المغرب، برنامج أسمعنا صوتك في الرياض، برنامج أسمعنا صوتك في أكثر بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي. الحمد لله البرنامج تابعه الملايين، لنا صفحات أخرى، لنا صفحات يتابعها أكثر من 30 مليون بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. لكن هناك تكاسل في نشر البرنامج، هناك مشاركات. يعني أنا أطلب من الإخوة الآن وهم يشاهدونني، أطلب منهم مشاركة البرنامج. نريد أن يصل هذا البرنامج إلى أكبر أيضا عدد ممكن. نعم، البرنامج وصل إلى كثير من أطياف المجتمع المسلم، ولكن نريده أن يصل إلى أكثر من ذلك، ولعل البعض قد ينتفع. نحن قد نستمع وننتفع بقراءة الذي يأتي معنا ضيفا جديدا، ومع ذلك ربما يستفيد بعمرة أو يستفيد بشيء يفيده في دينه ودنياه. أتمنى من الجميع الآن الذين يشاهدوننا أن يشاركوا البرنامج، كل شخص باسمه. أتمنى أن يشارك وأن يحتسب الأجر، له أجر بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. كل من يأتي عن طريقك ويستمع القرآن ويستمع عبد الرحمن ويستمع حمزة إشبل ويستمع الإخوة الذين يقرؤون معنا، يستمع إليهم أو عنده موهبة وأظهرها للناس واستمع الناس إلى موهبته، لك بإذن الله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. فهكذا هو الدال على الخير، وهكذا المساهمة في نشر الخير. بارك الله في الجميع. فيك بارك الله سيد الشيخ. شكر الله لك يا عبد الرحمن، وشرفتنا هذه الليلة، وأنرت بثنا وأنرت برنامج أسمعنا صوتك بالقرآن والمسابقة العالمية للبث المباشر. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يا عبد الرحمن نراك معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله، إن شاء الله. أتشرف بذلك سيد الشيخ. شكر الله لك، وقد وعدناك إن شاء الله بشهادة الفصاحة والبلاغة، لأنني ما شاء الله تعجبت واندهشت ما شاء الله من فصاحتك وبلاغتك، وأنت تلقي تلك النصيحة وتلك الكلمة. فلذلك لك منا شهادة بإذن الله. البرنامج يقدم لك شهادة شكر وتقدير على كلمتك وعلى فصاحتك وبلاغتك. بارك الله فيك وجزاك الله يا سيد الشيخ كل خير. وبصراحة كما قال سيدنا داود عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أسأل الله أن يجعلك من الشاكرين.
آمين آمين الجميع إن شاء الله. شكر الله لك يا بني، وأنا أتمنى أنك تستمع للإخوة الذين معك في سنك. معنا حمزة يشبل، سيظهر الآن نعم. حمزة يشبل بعدك، لترى أن معنا مواهب في سنك. لدينا الكثير والكثير من المواهب، مواهب الأطفال. هناك مواهب عندنا: علي عبد السلام، حمزة يشبل، عيسى الشريف، أيضا كثير من الإخوة الذين لديهم مواهب وظهروا معنا، وسيظهرون معنا أيضا إخوة جدد. شكر الله لك يا نعم. بني، أتمنى أن تتابع البرنامج. آمين بارك الله فيك سي الشيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ عبد الرحمن فارع، الطفل في الفصاحة والبلاغة.